العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. تخفيف القيود المفروضة جراء كوفيد-19 تحمل المواطنين المسؤولية. بناء حفير في رهيب أقرع. المدارس الجديدة تبدأ الخدمات في مديرية أدوبحة. زيادة الإنفاق العسكري العالمي نحو تريليوني دولار في 2020 رغم كورونا. الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراء قانونيا ضد أسترازينيكا. الرئيس الأوكراني يعلن جاهزيته للقاء نظيره الروسي في أي مكان. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استأنفت في الوقت الحالي المؤسسات التعليمية وخدمات المواصلات ودور العبادة أنشطتها المعهودة، ويجب الإدراك بأن استئناف الخدمات الرسمية أنشطتها العادية لا يعني التخلص من الوباء الذي يجتاح العالم. لذلك يجب ارتداء الكمامات واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي وعدم التلامس في كافة الأماكن، وخاصة الخدمات التي استأنفت أنشطتها لاحقا، وكذلك ضرورة التفهم بأن الجدية التي أبداها المواطنين والجهات المعنية خلال حوالي عام كامل مضى في مكافحة جائحة كورونا باتباع التعليمات الصادرة وتطبيقها جيدا. وقد بيّنت التجارب المكتسبة من عدة دول بأن الإهمال الناتج عن تخفيف القيود يعرض على المخاطر ويتسبب في الانتكاسة، لذا يجب على المواطنين أن يكونوا حذرين في كافة تحركاتهم متحملين مسؤولية كبيرة على عاتقهم. وقد أدلى المواطنون بآرائهم لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا فيما يتعلق بهذا المجال. قال مدير كنيسة القديسة مريم القسطس فاسيلاسي استيفانوس والسيد عبد الله بو من لجنة مسجد الشيخ عبد القادر جيلاني إن دور العبادة تسهم في تأمين سلامة المؤمنين، لكن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق كافة المواطنين، داعين المؤمنين تنفيذ التعليمات الصادرة. من جهته ذكر مسؤول خدمات المواصلات في الأقليم الأوسط الشاب أبراهام فيسها قرقيس أهمية ارتداء الكمامات في جميع تحركات المواطنين من وإلى المناطق، والتقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي والحد من التلامس وممارسة النظافة الشخصية. وناشد الجهات المعنية لتقوية رغباتها، وخاصة ظاهرة عدم الالتزام السائدة في موقف السيارات التي يمكن أن تساهم بدورها في انتشار الجائحة. وعلى المواطنين ضرورة التعامل باحتراز ووعي عالي. بدورهما ذكر كل من الشاب مدهاني جبر برهان وأبي سولم بنيام اللذان عملا لعام كامل في مراقبة تنفيذ التعليمات الصادرة لمكافحة كوفيد-19 المواطنين ضرورة تنفيذ تعليمات كوفيد-19 مدركين بأن تنفيذها يأتي في المقام الأول لمصلحتهم، وعلى الأسر التحاور والمناقشة بخصوص الجائحة ومخاطرها، وكذلك التعامل بجدية فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات الصادرة. يقوم سكان أقرع في مديرية نقفة بحفير لحل مشكلة المياه، وأوضح السكان وجود إشكالية المياه في منطقتهم، معربين عن ثقتهم لتخفيف المشكلة بالعمال الجاري بالتعاون مع إدارة المديرية. وقد قارب بناء الحفير على الاكتمال. من ناحية ثانية أوضح مزارعو رهي في ضاحية أقرع أن الأنشطة السنوية التي يقومون بها لحماية التربة من الانجراف تحقق نتائج مرضية. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية نقفة السيد محمد صالح محمد على فعالية العمل الذي يقوم به المزارعون لصيانة الحواجز المائية والتحويلية التي انهارت جراء السيول العام الماضي. قام عمال المؤسسات المتواجدة في مصوع بنفير تنموي بموجب البرنامج الموضوع من الكونفدرالية الوطنية للعمال للاحتفاء بالأول من مايو اليوم العالمي للعمال بالأنشطة التنموية.
وشارك في النفير المنظم من 18 وحتى 25 من أبريل عمال هيئة الميناء ومصنع قدم للإسمنت وسالينا لإنتاج الملح ومحطة حرقيقو لتوليد الكهرباء ومصنع إريتريا للبلاستيك ومصنع البلاستيك والعلب ومركز تدريب العمال وفندق البحر الأحمر. وتضمن النفير التشجير ورعاية الأشجار في المؤسسات ومقبرة الشهداء بأم كلو ومقبرة الشهداء بسالينا. وقال العمال إن تنظيم برامج التنمية بيوم العمال المتزامن مع احتفالات البلاد بعيد الاستقلال له مضمون خاص، معربين عن الارتياح للمشاركة في هذا العمل التاريخي. وأوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هبتا مريم تسفى ميكائيل أن العمل المنفذ في مدينة مصوع كان فاعلا ومنسقا مشيدا بكافة المشاركين في النفير التنموي. صرح مسؤول المؤسسات التعليمية في مديرية أدوبحة سيد أبو بكر علي بأن المدرستين اللتين شيدتا حديثا في ضاحيتي ربع العل وتحتاي بدأت تقدم خدمات تعليمية جيدة. وأوضح السيد أبو بكر أن المدرستين الابتدائيتين بدأتا تقدم الخدمات بالتزامن مع استئناف التعليم المنتظم، وقد خلقت الارتياح للطلاب الذين كانوا يحصلون على التعليم في الخيم التقليدية. وذكر السيد أبو بكر بأن المواطنين والحكومة كانوا يتخذون خطوات جيدة لتوسيع وكفاءة التعليم، منوها بأن كافة المدارس المنتشرة في المديرية هي مدارس شبه داخلية وظلت تسهم بفعالية في تطوير العملية التعليمية. في الختام ناشد السيد أبو بكر المواطنين العمل بقوة لإكمال ما تبقى من النواقص وإرسال أبنائهم إلى مائدة التعليم، مثل منحهم اهتماما أكبر لعملية بناء المدرستين. هذا وتوجد في مديرية أدوبحة 6 مدارس من رياض الأطفال، وحتى المرحلة الثانوية تقدم الخدمات التعليمية ل 695 طالب وطالبة. أفاد فرع الاتحاد الوطني لشباب طلبة إريتريا في إقليم القاشبركة تواصل العمل بقوة لتعزيز وتطوير الوعي والتأطير في كافة المجالات والكفاءة الشبابية. وقال مسؤول التنظيم والسياسة في الفرع السيد ماريكوس جرماتيون في اللقاء الذي عقد لتقييم أنشطة الفرع إن الجهود الجارية لإيصال تأطير الشباب إلى إدارات الضواحي لبلوغ الهدف المنشود وخلق فرص تساهم في تطوير قدرات الشباب ظلت تحقق نتائج جيدة. وأشار إلى أن الشباب أنجزوا خلال عام 2020 منتظمين حسب مناطقهم أنشطة فعالة تمثلت في رفع وعي المجتمع وتنفيذ التعليمات الصادرة لمكافحة كوفيد-19 ومتابعة الجهات المحتاجة، وهذا يدل على وفائهم لخدمة شعبهم. وذكر السيد ماريقوس أن تقوية المرأة وتعزيز التأطير الشبابي في إدارات الضواحي وكذلك تقوية تأطير الشباب العمال في البرامج المستقبلية التي تمنح اهتماما أكبر، داعيا الجهات الحكومية الشريكة لتعزيز مساهماتها. بدورهم أوضح مسؤول التنظيمات الشبابية في المديريات تركيزهم العام الماضي على أنشطة مكافحة كورونا والتحديات التي تواجههم في المراكز الشبابية، مناشدين لتواصل الدورات المهنية والسياسية المنتظمة لدورها الكبير في رفع الوعي وتقوية فعالة للعمل. وفي اجتماع مماثل عقد في مديرية لوغو عنسبة إقليم القاشبركة، أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهاني تأجاي أن إعادة التنظيم الجارية في سبل العمل والتأطير آخذا في الاعتبار الشباب العمال حققت نتائج مشجعة، داعيا العمل المنسق لرفع الوعي والمعرفة السياسية لدى الشباب. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن ارتفاع الأنفاق العسكري
الإنفاق العسكري في عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا، وبلغت الزيادة العام الماضي حوالي 2 تريليون دولار. وبحسب ما ذكرت وكالة Associated Press، فإن البيانات التي نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي سيبري تشير إلى إجمالي الإنفاق بلغ 1.981 مليار دولار، فيما يمثل زيادة قدرها 2.6% عن العام السابق. وكانت الدول الخمس الأكثر إنفاقا في عام 2020 هي الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، ومثلوا معا حوالي 62% من حجم الإنفاق العالمي. وفي المقابل زاد الإنفاق العسكري من قبل الصين للعام إلى 26 على التوالي، وعلى الرغم من تزايد الإنفاق الدفاعي العالمي، إلا أن بعض الدول عادت بشكل صريح تخصيص جزئي من ميزانياتها العسكرية المخططة لجهود الاستجابة للوباء، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية. أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا العملاقة للصناعات الدوائية على خلفية عجزها عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن الإجراء أطلق باسم الدول 27 الأعضاء المتوافقة تماما في دعمها له على أساس وجود خرق الاتفاقية لشراء مسبق. وأضاف أن بعض بنود العقد لم يتم احترامها، ولم تكن الشركة في موقع لوضع استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لضمان إيصال الجرعات في موعدها. ويدور خلاف بين المفوضية الأوروبية وأسترازينيكا حيال القصور الذي طرأ على إيصال شحنات التكتل، وعطل جهود إطلاق حملات التطعيم في بداياتها. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جاهزيته للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان، قائلا إن الحديث عن مكان عقد اللقاء ليس مهما، وإنما الحديث يدور حاليا عن المحتوى. من جانبه أعلن الرئيس بوتين أنه يجب على القيادة الأوكرانية أن تجري في البداية لقاءات مع قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، ثم مع المسؤولين الروس، مؤكدا استعداده لقبول زيلينسكي في موسكو في أي وقت مناسب إذا رغب الأخير في بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته قال رئيس وفد كييف في مجموعة الاتصال حول دونباس ليونيد كرافتشوك إن زيلينسكي يمكن أن يجري محادثات مع بوتين في دولة محايدة وليس في روسيا. والخبر الأخير في هذه النشرة: قامت مجموعة من صانع الحلويات الباسكين بصنع نسخة من الشوكولاتة من لوحة بيكاسو الشهيرة غرنيكا، وعرضت النسخة طبق الأصل، وصنعها 40 صانع حلويات في مدينة غرنيكا لإحياء الذكرى 85 لقصف الطائرات النازية البلدة عام 1937 بناء على طلب الجنرال فرانكو. وتصور اللوحة التكعيبية الضخمة التي تزين أحد الجدران في متحف الملكة صوفيا للفنون في مدريد مشهدا مروعا باللونين الأبيض والأسود. وبالنسبة للعديد من أبناء الباسك تشكل ذكرى القصف ورد فعل بيكاسو الفني جزءا من هويتهم الثقافية. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.